السلام عليكم ورحمة الله وبركاته المتتبعين القناة فيلالي تيفي. اليوم غادي نشارك معكم هذا الفيديو وكل الناس اللي متابعين القناة فيلالي تيفي والمتتبعين القناة محمد الحارسي. يعني مشكلة وأسباب موت الأرانب، أين مشكلة الأرنب اللي هو مات في عش بيت الولادة وما هي أسبابها ومشاكلها. يعني سبحان الله العظيم، أرنب تخلق ودوز في بطن أمه يعني 31 يوم، وفي اليوم الولادة مات الأرنب. يعني لقينا الأرنب ميت، يعني الأرنب ميت، يعني كتب عليه الله والموت. ولكن نعرفوا الأسباب ونعرفوا المشاكل ديال أسباب موت الأرانب. كل الناس المربيين باش يتعرف على الأسباب. واش هو مات عندك أرنب واحد، هذا أرنب وهذا أرنب، واش مات عندك أرنب واحد ولا مات عندك عدد ديال الأرانب ميتة، يعني ولا الأجنة كلها ديال الأرنبة ماتت. يعني كل مربي الأرانب اللي هو يستفد من الخبرة ومن المعلومة ويمشي بالطريقة الصحيحة مع الأرنب مش بالغلط. هذا أرنب ولد أنثى وهذا أرنب ولد أنثى ثانية، هاد جوج أرانب كل واحد يعني ولد أرنبة. نمشيو نشوفو. بسم الله ما شاء الله، اللهم بارك وزيد. إخوتنا وأحبابنا الكرام، الأرانب كلهم والدين ما شاء الله عليهم. يعني باش نعرفوا أسباب موت الأرانب ومشاكل موت الأرانب، 2 أرانب اللي ميتين، يعني 2 أرانب اللي ميتين، شنو هما السبب ديالهم؟ يعني هذا أمر الله سبحانه وتعالى. يعني الأرنبة مازال ما بسم الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، استغفر الله العظيم. يعني الأرنبة مشيت مباشرة على الأرنبة وهي تعضك، يعني سبحان الله العظيم. يعني الأرنبة بسم الله بسم الله استغفر الله العظيم سبحان الله العظيم ما شاء الله اللهم بارك وزيد. يعني مشيت يعني بالنسيان بسم الله، شفتي الأرنبة يعني تعض كتهاجم يعني على حسب الأولاد ديالها. يعني باش نصور الفيديو ويكون الفيديو يعني بالتصوير، ولكن معليش مش مشكلة، أنا لازم يعني نحافظ غير على الإيد ديالي. يعني العضة ديال الأرنب يعني سريعة جدا، والأرنب سبحان الله العظيم يعني قلبه يردح، يعني شديته بالإيد ديالي حتهزيته بسرعة. سبحان الله العظيم سبحان الله العظيم ما شاء الله. يعني الأرنبة مازال مع الأولاد، باش ما نطولش في الفيديو، الأولاد مازال مع الأرنبة، مازال مع أولاد. يعني ما شاء الله عليها سلالة جيدة وممتازة. يعني مات واحد أرنب لقيته في عش بيت الولادة، ولكن معليش يعني سبحان الله العظيم أرنبة مازال مع أولاد. يعني الخير غير في البركة اللي معها. الأرنبة حتى هي أنا ما شاء الله يعني معها أولاد، الخير غير في هذا. والدة عدد أرنبة من بعد ما والدة عدد كان واحد في بطنها جاء تعثر أو ولدت الأول أرنب ميت أو مشكلة توقع فيه أرنب صغار، أو الأرنبة ولدت واحد وبقات كتهبش يعني في عش بيت الولادة ومات، مش مشكلة. يعني باش نعرفوا الغلط والأخطاء، هي الأرنبة إلى ولدت وكانوا عدد الأجنة كلهم ميتين، يعني باش نعرفوا يعني السبب. وإذا عملت المرة الأولى والمرة الثانية بدل السلالة، بدل الأرنبة. شوف أرنبة سليمة وممتازة وبالصحة جيدة ما شاء الله. حتى الأرنبة هنا معها أولاد ما شاء الله عليها ممتازين وفي الصحة ديالهم ممتازين. هنا الأرنبة ممتازين ما شاء الله. يعني كما كتشوف راه مع عدد الأرنبة راه والدة عدد ما شاء الله عليها. وجبت ليها جوج ديال الأرانب، يعني جوج ديال الأرانب ها هما كاينين مازال مع عدد. وجبت ليها جوج ديال الأرانب، هاد الأرنبة ها هما كاينين هنايا جوج ديال الأرانب جبتهم لها، عملت طريقة ديال التبني يعني باش يطلعوا كاملين ممتازين ما شاء الله. يعني هذا الفيديو إخوتنا الكرام نوصل فيه فكرة ومعلومة. أي حد يربي الأرنب بالطريقة الصحيحة، يعني أرانب ماتوا يعني كل أرنبة مات لها واحد، يعني معليش هذه معلومة، يعني هذه حالة عادية يعني ما فيهاش مشكل، لا تقلقوا منا يا إخوتنا الكرام. الأرنبة مات من هنا واحد ومن هنا واحد، لا تقلقوا إخوتنا الكرام، ما زال أرنبة مع أولاد، الخير والبركة غير في هذا. المشكلة اللي عاود نذكركم عليها هي المشكلة إذا كانت الأرنبة ولدت وماتت العدد ديال الأجنة كلها، وإذا كانوا ما دافينش على البرد. هنا الأرنبة دافين على أولادها على البرد ومات أرنب واحد صغار، مش مشكلة، يعني واحد الخير غير في البركة. هادو اللي مازال موجودين معنا، ربي يعوض كل الخير ان شاء الله باذن الله. والارنبه هي مع اولادنا ما شاء الله اللهم بارك، والارنبه كتجهز في عش بيت الولاد. هنا ما غاديش نطول في هذه الحلقه اخوتنا واحبابنا الكرام، انتهت هذه الحلقه وفي الحلقه الجديده ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.